سينما مترو هتشوف اللي نفسك فيه. انت مشغول؟ يعني شوية. استناك لما تفضى. لا، أنا فضيت تقريبا. خير، عايزاني في حاجة؟ انا عايزاك تحللي مشكلتي زي ما حلت لي مجدي مشكلته. أوي أوي. بس انت قولي لي على الشاب اللي انت بتحبيه، وليك عليا يا ستي اجوزهولك على طول. انا ما بحبش الشبان، اللي بحبه راجل كبير وناضج. وماله؟ بس المهم انه ما يكونش اكبر منك في السن بكتير. يا هند، هند، هند. ايوه يا جدو. بسأل عليكي بس يا حبيبتي. انا مسألة السن دي ما تهمنيش، اللي يهمني شخصيته، طيبة قلبه، حنانه وحبه. كده يعني افهم ان هو كمان صرحك بعواطفه؟ بالعكس. امال ايه بقى؟ ما تروحي تذاكري بره يا هند يا حبيبتي. حاضر. لا، خليكي هنا عشان اعرف انك انت ما بتلعبيش. اقعدي يا هند، اقعدي. هو لسه ما صارحنيش لحد دلوقتي، لكن مصيره يعترف. بس برضه ما يصحش انك انت تمنحي عواطفك لواحد وانت مش متاكده اذا كان بيبادلك نفس الشعور ولا لا. انا واثقه ومتاكده انه بيحبني في قرارة نفسه، مهما حاول يخبي او يتهرب مني. كلام فارغ. وليه ما تكونش دي كلها اوهام؟ انت يعني دخلت جوه قلبه. تقدري تقولي لي سبب واحد يخليه ينكر عواطفه دي ويداريها عنك زي ما بتقولي؟ اصله زيك بالظبط. زي يعني ايه؟ انا مش فاهم. بيفكر في مسألة السن اللي انت بتكلمني عنها، بينكر حبه لانه خايف عليا من نفسه، بتهيأله انه هيظلمني. يا هند، كلمي خاله يا هند. حاضر. يا مش ده نفس اللي كنت هتعمله يا دكتور لو كنت انت اللي في الموقف ده؟ انا مش في الموقف ده. نبلك هيدفعك انك تضحي بسعادتك لدرجة انك تحاول تجوزني لشاب في سني، ومش كده وبس، كنت هتحاول تبعدني عنك وتحسسني ان انا طفلة صغيرة بالنسبة لك. انا مش عايز احسسك، هي دي الحقيقة. الحقيقة الوحيدة اللي متأكدة منها هي مشاعري اللي بحسها. واذا قلت لك بقى ان انا معترض على مشاعرك دي؟ محدش يملك يعترض على مشاعري واحاسيسي. لا. انا اقدر امنعك انك تشوفيه او تقابليه او تكلميه حتى، واقدر كمان اطلع الكلام الفارغ اللي في دماغك ده يا هند، هند، رحت فين؟ حرام عليكي. طبعا انت بايدك تحرمني اشوفه او اكلمه، لكن ما تقدرش ابدا تشيل حبه من قلبي. عايزني يا جدو؟ ايوه. انت رحت فين؟ الو، الو، مين؟ انا. ايوه صفاء، في حاجه؟ لا، بس حبيت اسمع صوتك قبل ما انام. اديك سمعتيه، اقفلي بقى. ما اقدرش، اقفل انت الاول. حاضر. استنى. نعم. مش هتقولي تصبحي على خير؟ وبعدين يا صفاء، وبعدين؟ حتى الكلمة الصغيرة دي مستكترة عليا.
حتى وانت عارف اني لو ما سمعتهاش مش ممكن هيجيلي نوم. حاضر، تصبحي على خير. لا، ما تقولهاش من غير نفس، ما تخلينيش احس ان انا بشحتها منك. دي هتعيطي يا صفاء. صفاء، الو، اسمعيني. نعم. انتي بالشكل ده بتقطعي قلبي وانا مش ناقص. متشكرة على المجاملة الرقيقة دي. اتفضل اقفل. مستني ايه؟ مش لما اقول لك تصبحي على خير؟ لو كنت عايز. تصبحي على خير. وانت من اهله يا نعمان. الو 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 الو. انت بايدك تحرمني اشوفه او اقابله، لكن ما تقدرش ابدا تشيل حبه من قلبي. الو. اسمع كويس اللي هقول لك عليه. احسن لك تخليك انت والبنت في حالكم. مين اللي بيكلم؟ انت مين؟ مش شغلك. المهم تعرف ان البنت لو شهدت للبوليس بحاجه مش هخليها تشوف تاني بعينيها. انا حذرتك وانت حر. الو الو. قسم شرطة المعادي، من فضلك المقدم سميح موجود ولا مشي؟ لحظة واحدة اشوف رسالتك قبل ما امشي. سيادة المقدم، سيادة المقدم، تليفون عشان سعادتك. مين؟ ما قالش اسمه. الو الو الو.
مش هتلبسني المريالة؟ لا، ما فيش مدرسة. ازاي؟ النهارده في مدرسة. في، بس مش هوديكي. ليه يا نعمان؟ كده. يعني اسقط؟ انا مش عايز حد يناقشني. قلت مش هتروح المدرسة يعني مش هتروح المدرسة، لا النهارده ولا بكره ولا بعد. هي مفيش مدرسة، مفيش مدرسة. ايه، فرحانة انك هتزوغي؟ اه. جاتك قوي. وانت مش رايح شغلك لا. وبتعايب على البنت؟ قول انك انت اللي عاوز تزوغ. جدو مزوغاتي، جدو مزوغاتي، والله انتوا لا على بالكم وفايقين ورايقين. انا داخل اغير هدومي ورايح مشوار، مش هغيب نص ساعة. اوعوا تفتحوا الباب لحد وانا بره، مفهوم؟ شوية برد. طيب ممكن اسلم عليها؟ لا، اصلها نايمة. طيب انا كنت جايب لها لعبة بسيطة علشان تسليها. شكرين يا سيدي. ايه دي؟ دي ميكانو، تعمل منه اشكال مختلفة، لعبة مفيدة قوي وتنمي الذكاء. انت يعني فكرك ان هند تعرف تعمل الحاجات دي؟ ليه لا؟ دي سهلة خالص. سهلة بالنسبة لي او بالنسبة لك، انما بالنسبة لهند لو حبت يعني تركبها وما قدرتش يحصل لها حالة احباط. دي مكتوب عليها للسن الصغيرة، يعني من 7 ل8 سنين. الكلام ده في اوروبا، لان هناك الاولاد متعودين على حاجات زي دي. انا قريت في بحث ان اطفالنا من اذكى اطفال العالم. لازم البحث ده معمول هنا؟ لا، ده هيئة اليونسكو هي اللي عاملاه. غريبة. امال لما اطفالنا بالذكاء ده كله، احنا مش زي اوروبا ليه؟ طلبة الجامعة بيغلطوا في الاملا ليه؟ البحث نفسه بيقول ان مستوى ذكاء الطفل عندنا بيقل بعد ال6 سنين الاولى. ودي بقى غلطة مين؟ اكيد مش غلطة الاطفال. جايز مسؤولية الاباء، المدرسة، او الجامعة، او ده كله مع بعضه. مؤكد مش مسؤولية الجامعة. حضرتك بتركب غلط. امال ازاي كده؟ لا ولا كده، لو سمحت لي. ما هو على ايامنا ما كانش فيه لعب زي دي. اسمح لي بس. ما انت اخويا هو كمان ضارب لخمه. أنكل عماد، الله، حلوة اللعبة دي. دي علشانك، وان شاء الله لما تخف من العيا. بس أنا مش عيانة. هند، خشي على اوضتك ترتاحي. أنت عايز تحبسني وخلاص؟ اسمعي الكلام اللي بقوله لك. عن اذنك.
مش عايزك تقلق يا دكتور نعمان. ده انا ما دقتش طعم النوم من امبارح. ولا يهمك، وكويس انك جيت تبلغنا على طول. وما دام القاتل اتصل بيك تبقى بشرة خير. خير؟ طبعا، لان ده معناه ان القاتل لسه جوه البلد، ما قدرش يهرب. طب ودي حاجه تطمن لما القاتل يبقى حر طريق وبيهددني؟ تاكد ان القاتل ما دام اتصل بيك فده معناه ان اعصابه ابتدت تتعب. ده انا اللي اعصابي باظت فعلا. لا، جمد قلبك وثق انه هيقع في ايدنا قريب قوي. انا كل يهمني حياه هند فوق كل شيء. القاتل ارتكب جريمته وانتهى، المهم ما يرتكبش جريمه تانية. دكتور نعمان، انت عارف كويس اننا بنتابع هند خطوه بخطوه. انا من باب الاحتياط قعدتها من المدرسه. ده مش حل يا دكتور نعمان. ثم انت هتقعد جنبها وتسيب شغلك؟ اقعد؟ هو انا عندي اهم ولا اغلى من حياه هند؟ صدقني المكالمه اللي جات لك دي مجرد تهويش فارغ. القاتل هو اللي خايف، مرعوب اكتر منك دلوقتي. الخوف ممكن يدفعه ان يأذي هند عشان يرتاح من قلقه؟ مش ممكن، لانه بالشكل ده بيعرض نفسه انه ينكشف اكتر. طب العمل؟ انا بقترح انك تنسى التهديد ده خالص، تعتبره مجرد معاكسة تليفون. حياتك لازم تمشي عادي زي ما هي، يعني انت تروح شغلك والبنت تروح مدرستها. وتأكد اننا ما بنلعبش وعينينا مفتحة كويس قوي. على مسؤوليتك. على مسؤوليتي. انا متشكر يا سيادة المقدم. العفو، انا اللي متشكر قوي. بالحق، هي هند ما بتروحش المدرسة بقالها قد ايه؟ 4 أيام. تبقى المكالمة ما جاتلكش امبارح زي ما قلت لي. دكتور نعمان، انت ليه مش عايز تثق فينا؟ فانتاستيك، جريت، برافو يا مدام شادية. هايل 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 هايل. متشكرة قوي، بس أنا ما عملتش حاجة. ازاي؟ أنا عمري ما شفت حد بيكتب جوابات بهذه الروعة. أيوة، حضرتك اللي مليتهولي، أنا ما ألفتوش. أيوة، بس خطك جميل، خطك ظريف، خطك رشيق. أنا مش فاهمة، هو مش هيتكتب بعد كده على الآلة الكاتبة؟ أيوة، بس أنا هحتفظ بالأصل عندي. دكتور سمير. أفندم. أنا بس كنت عايزة أعرف، هي شغلتي في المكتب هنا هتبقى بس كتابة الجوابات اللي حضرتك بتمليها عليا وبس؟ ليه؟ أصل أنا بقالي أسبوع هنا في المكتب، ولغاية دلوقتي حضرتك ما كلفتنيش بأي عمل له قيمة. وأنت عايزة تتعبي نفسك ليه بس؟ أيوة، بس أنا كده هتعب فعلا. أنا لازم أحس إن أنا بعمل عمل وإنه له فعلا قيمة. انت وجودك في حد ذاته له قيمة كبيرة قوي. انت واجهة وعنوان للشركة امام عملاء المكتب. دي مش شغلانة. ثم انا لغاية دلوقتي ما اتعاملتش مع اي حد غير حضرتك. تحب ازود لك المرتب؟ تزودني؟ بالعكس، حضرتك فهمتني غلط. انا حاسة اني ما استاهلش المرتب من اصله. انت مالك يا ستي؟ هو انا اشتكيت لك؟ ايوه، بس انا ضميري مش مرتاح كده. ما تخافيش عليا، ده انا عندي فلوس كتير قوي 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 قوي، فلوس بالزوفه والحمد لله. مش مرتبك بقى هو اللي هيضلعني. انا مش خايفه على حضرتك، انا خايفه على نفسي. خايفه على نفسك مني؟ لا، انا من القعده في المكتب هنا من غير شغل. اصل يعني القعده هنا بين 4 حيطان مخليني احس كاني في سجن. لا، ده بس عشان انت لسه جديده هنا، انما ان شاء الله كده لما تاخدي علينا ونتعرف ببعض اكتر مش هتزهقي ابدا ابدا. وبكره تقولي الدكتور سمير قال لي. صباح الخير يا فكري. صباح الخير. تصور كنت لسه بتصل بيك دلوقتي. بس طمني الاول، ازاي هند؟ مالها؟ هي مش عيانه؟
عيانة جدا جدا، لكن خفت الحمد لله. الحمد لله. انت كنت هتتصل بيا ليه؟ آخر خبر، الدكتور عناني بيجهز ورقه ومسافر جامعة الكويت. كده؟ على خيرة الله، على خيرة الله. لا ده انت مش معانا خالص. لا أنا معاك. طيب شوفوا هتعملوا له حفلة توديع امتى وأنا تحت أمركم. ما أقصدش، انت مش واخد بالك ان الدكتور عناني لما يسافر هيبقى القسم تاني من غير رئيس؟ والله. امال مين اللي هيمسكوا المرة دي؟ وده عايز سؤال برضه. انت طبعا. تاني يا فكري تاني. المرة دي مفيش حد مرشح غيرك. ايوه بس انا مش فاضي الله، ايه حكايتك بالظبط يا دكتور نعمان؟ كل مرة تطلع لي برأي شكل. طيب ممكن تأجلوا الحكاية دي كام يوم لغاية يعني لما أفوق؟ مش مشكلة، عناني مش هيسافر قبل شهر. المهم نقول مبروك. الله يبارك فيك. ماما. نعم يا حبيبي. تحبي أعزم إلهام عندنا إمتى عشان تشوفيها؟ أنا موافقة عليها من قبل ما أشوفها. كلم أهلها الأول. أروح أكلمهم لوحدي؟ هو أنت صغير؟ لا طبعا. خلاص روح كلم أهلها الأول، ولما يوافقوا أبقى أنا أروح معك. إحنا مش هنكتب الكتاب غير بعد ما أتخرج وأشتغل طبعا، إنما دلوقتي يعني يا دوب هنشتري الدبل. اشتري يا حبيبي، هو أنت صغير؟ طب حضرتك مش هتساعديني؟ مساعد ربنا يا ابني. طب أنا ليا فرصة المرحوم بابا. المحل عندك، اتصرف وخد نصيبك منه. أتصرف لوحدي؟ هو أنت صغير؟ لا طبعا مش صغير، إنما طب افرض يعني إن أنا شفت بيع المحل والتمن ما عجبكوش. مش لما تبقى تعرف تشوف؟ أنا بقول افرضي يعني. إحنا راضيين، بس لو بعته بتمن قليل أنت أكتر واحد فينا هتطلع خسران. أنا بقى واقع في مشكلة تانية، إنما مشكلة كبيرة قوي. بخصوص هند برضو؟ لا بخصوص بنت عمي، شابة صغيرة عندها 23 سنة، إنما عندها حالة معقدة شوية. يبقى تالي وأنا أشوفها. لا ما افتكرش هترفض تيجي، لأن أنا مش حاسة بالعقدة اللي عندها. وإيه بقى يا سيدي العقدة اللي عندها؟ أصلا بتحبني. وإيه العقدة في إنها تحبك؟ أصلها كانت متعلقة بأبوها قوي، وبعدين مات وهي في سن المراهقة. ظهر إنها شافت فيا صورة الأب اللي فقدته، فابتدت تحبني. وبعدين؟ بس مش دي يبقى عندها العقدة اللي بتسموها في علم النفس بتاعكم عقدة إلكترا؟ ما دام انت بقى يا سيدي حللت نفسية البنت وشخصت حالتها كمان، جاي بتسألني ليه؟ ما تيجي تشتغل مكان أحسن. ألو، أهلا يا فكري. لا أنا كويس والحمد لله. أمال فينك يا نعمان؟ بقالك كام يوم ما جيتش الكلية. مش هنشوفك بكرة؟ لا الظاهر إن أنا مش هقدر أجي بكرة كمان يا فكري. لا خير. أصل هند تعبانة، والدكتور قال إنها لازم ترتاح في السرير وما تخرجش من البيت، وعشان كده أنا مضطر إن أنا أقعد معاها. كده؟ لا زعلتني. لا بأس عليها. إن شاء الله ربنا يطمنك. طبعا عارف الظرف اللي أنت فيه. طيب يا نعمان، هبقى أكلمك بكرة بإذن الله عشان أطمن وأعرف أخبارك. طيب يا فكري، مع السلامة. هتكلمني بكرة. مع السلامة. مش عايزة حاجة هند؟ أروح لطنط شادية؟ طب روحي، بس ما تحركيش بره شقتها.
حاسه بحاجه؟ مش عارف. وريني كده. مش سخنه؟ يعني مش عيانه؟ الف بعد الشر عليكي من العيا يا حبيبتي. مين اللي قالك كده؟ جدو. قالك ايه؟ سمعته بيكلم صاحبه النهارده في التليفون. هو يمكن انت تهيألك ولا يمكن سمعتي غلط. هما اللي مقعدني من المدرسه النهارده ومش عايز يخرجني. مش عارفه يا هند، ابقي اساليه. سالته مش راضي يقولي. هو جدو بيكدب يا طنط؟ لا طبعا يا حبيبتي، انت بس مش فاهمه عشان لسه صغيره، لكن اي حاجه جدو بيعملها عشان مصلحتك. بقولك ايه، ما تيجي بقى ننسى الموضوع ده ونلعب سوا. انا زهقانه. اخصى عليكي يا هند، زهقانه مني انا؟ زهقانه من الحبسه. اتفضل. واقف ليه يا عماد؟ اقعد. انا اسف اذا كنت جيت لحضرتك من غير ميعاد. انا حاولت اتصل كتير بس تليفون حضرتك ما بيردش. فعلا. وانت ازيك كده يا عماد؟ انا كويس. استأذن بقى. الله، انت لحقت تقعد؟ اقعد يا راجل، اقعد. انتوا ما بتسلموش على بعض ليه؟ مش تسلموا على بعض؟ ازيك يا انسه؟ انا ماشيه بقى يا ابي. مع السلامه. مع السلامه. الدكتور فكري كان قال لي ان هند بعافيه شويه، فقلت اجي اطمن عليها. فعلا. اطمني يا دكتور، هي هند عندها ايه؟ ايه ده؟ شهادتك نمرها وحشه خالص يا هند. يعني هسقط يا جدو؟ مش هتسقطي دلوقتي، لكن لو فضلت تجيبي التقديرات دي مش هتفلحي لما تكبري. ومع ذلك انا هسامحك المره دي عشان عارف ان في ظروف مش طبيعيه مأثره على تفكيرك. يا هند. ايوه يا جدو. مين اللي ركب الميكانو ده؟ انا. انتي؟ تعالي هنا. مش تبطلي كذب. انتي ولا طنط شادية؟ انا الواحد يا جدو، طنط شادية ما عرفتش. ازاي؟ ركبتيه ازاي؟ زي الناس. نعمان. ايوه يا خالي. انا حاسس اني تعبان قوي. سلامتك. اجيب لك دكتور؟ لا، مفيش فايدة، انا تعبان من زمان، بس بقاوح. اسمع الكلام بس يا خالي. انت اللي تسمع الكلام، انا الكبير. حاضر. عايز ايه؟ عايز اغير هدومي
وتنقلوني على الأوضة الكبيرة. حاضر. استنى. ايوه. وبعد اندهلي الست ام شادية. سلامتك يا سعدين، ألف سلامة. الله يسلمك. امال فين البنت؟ انا يا جدو. لا، شادية. انا هنا. مالك واقفة بعيد كده ومكسوفة؟ تعال قربي. شد حيلك. بشد على اخر ومش قادر. ما تشوف له حكيم يا سي نعمان. لا لا، انا مش عايز صنف الدكاترة ده. ليه بس كده؟ اهو كده، الشافي هو ربنا. انا كلمت له دكتور وهيجي كمان ساعتين. روح انت عالج نفسك، انت كلك امراض. حاضر حاضر. فهمت كلامي؟ ايوه يا خالي. ولا فهمت ولا حاجة. انا قصدي انك تتجوز يا نعمان. تتجوز ولا تعملش زيي. انا ما رضيتش اتجوز بعد وفاة المرحومة، ولي اخرتها بقيت لوحدي، والزمان حوجني للقريب والغريب. ان شاء الله يا خالي، بس انت ارتاح عشان اكون بتكلم ما تقاطعنيش. ايه مستعجل على ايه؟ بكره اموت وتستريحوا مني. بعد الشر عليك، ما تقولش كده. الله يخليكي. هند، قولي له اتجوز. اتجوز يا جدو. حاضر يا خالي. حاضر يا هند، حاضر. اتجوز شادية. انت سمعت انا قلت ايه؟ ايوه سامعك يا خالي. امال ما بتردش ليه؟ حاضر. شادية. ايوه. اتجوزيه ولا انت شايفالك شوفة تانية؟ لا، هو انا اصلا اتجوزيه، مش هتلاقي احسن منه. خلاص ما عادش فيه رجالة من الصنف بتاعنا. ده كان زمان. مشي حالك يا خالي، الجماعة جايين يزوروك، مفيش داعي للكلام ده. لو مش عاجبك كلامي قولي، محدش بيغصب عليكي. خلاص على خيرة الله، أنا اتفقت مع والدتك على كل حاجة. ست مشاري، وصيتك للولاد خلي بالك منهم وابقى افتكريني. عايزة ايه؟ بشقر عليك يا خالو. هي الساعة كام دلوقتي؟ مش عارف. كله محصل بعضه. انت يبقى خلي بالك من الواد نعمان. حاضر. هخلي بالي من عروستي. هو ننا هو نام يا حبيبي ننا نام. هو ننا هو نام واذبح لك جوز حمام. خلو خد نايم العروسة جنبك.
الله، انت نمت؟ طب حطها في حضنك. اشرب اللبن بتاعك يا هند. ماليش نفس. مفيش حاجة اسمها مالكيش نفس، لازم تشرب اللبن. وانت مش هتاكل؟ أنا ماليش نفس. انت بتعيط يا جدو؟ لا 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 أبدا، بس عينيا بتحرقني شوية. لازم شربت سجاير تاني. تعرف إن أنا بطلتها. يلا قومي نامي. أو خلوا ليه مات. عشان كان عيان يا حبيبتي. يعني أنا لو عييت أموت؟ بعد الشر عليك يا حبيبتي، بعد الشر عليك، انت لسه صغيرة، انما خاله كان كبير وعجوز قوي. هم الكبار لازم يموتوا؟ حكمة ربنا بيلاقيهم تعبانين وبيتعذبوا، فبيبقى عايز يريحهم وبيرحمهم. فهمتي بقى؟ طب ما انت كبير يا جدو. أنا كبير بس مش عجوز قوي، ثم مش عيان كمان. يعني أنا مش بتعبك وبعذبك؟ انتي بالعكس يا حبيبتي، انت مليتي عليا الدنيا كلها. أنا مش عايزاك تموت يا جدو. بنخليك ليه؟ ومامتك أشوفك عروسة كبيرة مش مهندسة قد الدنيا. يلا خشي نامي بقى. انت عينيك بتحرقك تاني يا جدو. الدور عليك يا نعمان، حتى انت كل ايام وتسيبك هتقعد لوحدك زي عابدين. هتعمل ايه ساعتها؟ هتعمل ايه؟ اتجوز يا نعمان ولا تعملش زيي. اتجوز يا نعمان ولا تعملش زيي. اتجوز يا نعمان. كويس انك جيت دلوقتي عشان تلحق الجماعة. جماعة مين؟ ما نجيلكوش في حاجة وحشة تاني. تسلمي يا ست ام شادية، ما هو لسه بدري. بدري من عمرك يا ست بدرية. الله، ده الدكتور جيب صحيح اهو. طب اقعدوا شوية بقى والدكتور يوصلكم بالعربية. معلش ده لسه واصل، خليه براحته. لا أروح مع طنط شادية. وصلنا يا جدو. بس كده؟ أنا تحت أمركم. اسم الله عليكي. صفاء، لا حول الله يا ربي. طب ما تشوفها يا دكتور. ما تتخضيش كده، صفاء دي حالة بتجيلها ساعات. مسكينة وبتطول. والله حسب العلاج. صفاء إذا كنتوا مستعجلين اتفضلوا انتوا. ما يصحش نمشي قبل ما نطمن عليه. هي فاقت اهي. مامتك مش هنا؟ نايمة. اقعدي. ما عرفتش يا ابني. ايه يا اختي؟ مش جدو هيتجوز مامتك؟ ايه؟ وانت ايش عرفك؟ سمعتهم النهارده الصبح. احنا عند تيزة بدرية. مش ممكن. وماما قالت ايه؟ قلت لك اخرجي بابا عشان بيقولوا كلمة سر، وانت بتقولش لحد اللي انا قلت لك. طب لو سمحتي روحي دلوقتي عشان اعرف اذاكر. لا انا هستنى طبعا. روحي ولما ماما تصحى هندهلك. طب ما تزقش. ولا انا مخصمك مش هقول لك حاجه تاني.
بقى كده يا ماما تتجوزي واحد تاني وما تلاقيش غير الدكتور البراوي ده؟ الو بابا، ازيك انت؟ لا انا مش كويس. الحق يا بابا، ماما هتتجوز. اهلا يا دكتور. اتفضل دقيقه واحده لغايه ما انده. يا هند، هند يلا عشان جده جه. حاضر يا فندم. اتفضل. قريت اللي مكتوب النهارده في الجورنال عن الجريمه؟ لا انا مش عايز اقرا حاجه خالص بالمره. تصور ان البوليس لغايه دلوقتي ما اكتشفش شخصيه القتيله. امال قبضوا على القاتل ازاي؟ ايوه هم مشتبهين فيه لكن لسه ما عندهمش دليل، وبيقولوا كمان انه بس عشان بنت. اهلا يا هند، اهلا اهلا. على فكره يا دكتور، جالك كارت النهارده. كارت؟ اتفضل. خير؟ ده من سميحه. ماما قولي بسرعه كاتبه ايه؟ استني على مهلك بس، انا هقرا لك اهو. أبي العزيز، هذا آخر كارت أرسله لك من أمريكا، حيث تنتهي مدة المنحة بعد أسبوع، وقد قررت أنا وجلال أن ننتهز هذه الفرصة لنقوم بجولة سياحية في أوروبا. جولة سياحية؟ لسه ليهم نفسي يتفسحوا؟ طبعا، ولا على بالهم. نعم. ليه في ناس وحشين بيقتلوا؟ ها؟ عشان بطلي أسئلة بقى يا هند. وانت مش عارف؟ لا عارف طبعا. امال ليه مش بتجاوبني؟ عشان انتي لسه صغيرة يا حبيبتي. بس انا بفهم. بنت قلت لي مالكيش دعوة بالباب ولا بالتليفون. حاضر. مين؟ أنا يا دكتور. أنت مين؟ أنا سمير. مساء الخير. ايه مالك يا دكتور؟ في حاجة؟ لا ولا حاجة. خير؟ انتوا مش خلاص قبضتوا على القاتل؟ طب مش تقولي اتفضل؟ اتفضل. ازيك يا هند؟ هند خش على اوضتك. عايزه اسمع. اسمعي الكلام. خش اوضتك واقفلي الباب عليك. اللي يشوفك يا دكتور يقول لك خايف عليها مني. انا ما صدقت ان موضوع الجريمه ده انتهى عشان انسيها. موضوع الجريمه لسه ما انتهاش للاسف. المتهم لسه بينكر ومش عايز يعترف، والمشكله ان عنده شهود بتقول انه كان موجود في مكان تاني ساعه وقوع الجريمه. طب وداخل هند ايه بكده؟ ده شغلكم انتوا. ما احنا عايزين نعمل لها طابور عرض من بعض المتهمين واصحاب السوابق ومن بينهم القاتل عشان تتعرف عليه من وسطيهم. لا انا مش ممكن اوافق على كده. طب وايه المانع يا دكتور؟ انا ما اقدرش اعرض طفله بريئه لتجربه فظيعه بشعه زي كده. دكتور نعمان انا مقدر موقفك، وانا كمان اب زيك بالظبط، لكن ده قدرها لانها هي اللي شافت وعرفت. ودلتكم على الجاني لغايه لما قبضتوا عليه. دي مش مشكلتها انكم مش قادرين تثبتوا الاتهام عليه.
واحنا مين وهي مين يا دكتور نعمان؟ انت حضرتك راجل مثقف وعارف كويس ان البوليس جزء من الشعب، واي جزء ملوش قيمه غير بالكل. لو انا اللي كانت حياتي مهدده ما كنتش اهتم، لكن هند ذنبها ايه نظلمها معانا؟ وايه ذنب الضحيه اللي اتقتلت وهي لسه شابه؟ ما اتقتلت فعلا، ولغايه دلوقتي ما تعرفوش عنها شيء. لكن ما عندناش اي فرق بينها وبين هند، لها نفس الحقوق حتى وهي جثه. الفرق الوحيد بينهم مجرد صدفه او ظروف جعلتها ضحيه. لازم تساعدنا عشان نمنع ان ده يتكرر في المستقبل بالنسبه لهند او لغيرها. هيتكرر ومحدش هيقدر يمنعه. واللي ما تعرفوش يا حضرة الضابط ان انا جاني تهديد تاني امبارح بالتليفون. انت ما قلتليش. وما كنتش هقول لك. مجرد تهويش برضو عشان لا مش تهويش. التهديد كان المرة دي حقيقي، وكانوا هيخبطوا هند بعربية قدام النادي ويقتلوه. يعني انت مش عايز هند تشهد على القاتل علشان خايف من انتقامه؟ ايوه، لانكم ما قدرتوش تحموها. انا رفعت عنها الحراسة لاني افتكرت الخطر انتهى، لكن اذا كان في عصابة ورا القاتل ما تقوليش انك هتقدر تحرسها تاني. مش هتقدر تحميها طول عمرك. انت كل اللي يهمك انك تقفل قضيتك وتخلص. عيب تقول كده يا دكتور. انا مش هسمح لاي حد يمس شعره من هند. وهينتقموا منها ولو بعد سنين. بالعكس، لو هند ساعدتنا عشان نخلي القاتل يعترف هيبلغ عن زمايله كلهم. عشان نتفادى الخطر بتاع بكره لازم نروح له النهارده برجلينا، نهاجمه قبل ما يهاجمنا. مفيش حل تاني قدامنا غير كده. ده جزاي ان انا جيت بلغتكم. يا ريتني كنت سمعت كلام الدكتور سمير. ارجوك يا دكتور ما تندمش، واللي تبقى كانك بتتمنى ان القاتل يفلت من غير عقاب، كانك بتشارك في الجريمه بسلبيتك. دكتور نعمان، احنا وصلنا لاخر الطريق تقريبا، وحرام تيجي دلوقتي وتتراجع. هسيبك لحد اعصابك ما تهدى، وميعادنا بعد بكره. يا رب خليك معاه وقف جنبها، اهديها للصح وامنع عنها الغلط. يا رب انا بلجأ لك لاني فشلت، معرفتش اعلمها واديها الحكمه اللي نسيتها. ما تاخدش طفله بريئه بذنبنا، دي مسؤوليتنا احنا فشلنا، احنا عجزنا، وما عادش ليها الا انت يا رب. يا رب. انت بتكلم مين يا جدو؟ لا يا حبيبتي، ما فيش. بس انا سامعاك بتتكلم. انا كنت بدعي لربنا. بتقول ايه؟ بقول له يرحمنا كلنا. هو انت عملت حاجة تزعله؟ مش عارف، انا طول عمري ماشي في السليم، لا عايز اغضب ربنا ولا عايز اغضب حد. بس زي ما تقولي اليومين دول حاسس اني مش مبسوط من نفسي. ما دمت مش مبسوط من نفسي يبقى اكيد ربنا مش مبسوط مني. طب ما تعمل الصح وهو يسامحك. عندك حق يا بنتي، عندك حق، بس ازاي اعرف الصح من الغلط؟ مش انت كبير يبقى بتعرف كل حاجة. هو انت زمان يا جدو قبل ما قلتكمش في المدرسة قالوا لنا سيزن الواحد لما بيكبر بينسى اللي اتعلمه وهو صغير. جدو؟ ايوه يا هند. لو شفت المجرم بكرة اقول عليه ولا ما اقولش؟ سكت ليه؟
سؤال وجيه فعلا، انما انت رايك ايه؟ اللي تقول عليه اعمله. لا، مش اللي اقول عليه انا بسألك رايك انت ايه؟ شايفه ايه الصح؟ يعني لو قلت عليه هيموتني؟ لا، مش عارف، جايز يزيكي، بس البوليس هيحميكي واحنا كمان نحميكي. انت رايك ايه؟ خلاص مش هقول عليه لحسن يموتني. يعني هتكذبي يا هند؟ أول مرة أسمعك تكتبي. تبقي كبرت يا هند. مش انت عايزني اكذب يا جدو؟ حسيتي بكده؟ بصيلي يا هند، أنا مش طالب منك حاجة، عارفة ليه؟ عشان أنا مش ضامن اللي هقولهولك أرجع أندم عليه ولا لأ. عشان كده أنا عايزك تقرري بنفسك. وانت مش هتيجي معايا يا جدو؟ هكون معاك يا حبيبتي، بس هكون قاعد بعيد. طب غششني من دلوقتي. لا ما ينفعش، ما ينفعش، انك انت هتقفي الموقف ده لوحدك. ما هيسألوك انت، مش هيسألوني انا. ساعتها هتعرفي هتقولي كل حاجة انت عايزة تقوليها. تصبح على خير. وانت من اهله. نامي يا حبيبتي، نامي، فكريش في حاجة خالص دلوقتي، نامي. الأستاذ سليمان وكيل نيابة، الأنسة هند. اهلا يا هند. اهلا بيك. انت عارفه احنا عايزينك ليه؟ ايوه عشان لازم تفهمني. كويس، نبتدي العرض. اتفضل. بص يا هند، كويس اللي شفتيه وحكيتي لنا عنه واحد من اللي واقفين دول؟ كلمني يا هند، ما تخافيش، اللي شفتيه موجود هنا؟
عايز اسمع صوتي. ايوه ولا لا؟ ايوه. تقدري تشاوري لي عليه؟ قربي منه ووضحي. هو ده المجرم. مش انا. انت والله العظيم بيكذب. انا عارف انه بيكذب بس الكذب مش هيفيده. برافو عليكي يا هنودة يا جميلة انت. قوليلي ما خفتيش من المجرم؟ خفت شوية. انا بقى كنت واقف على اعصابي وايديا كانت متلجه. يا ساتر يا رب، وكل المدة دي كنتوا مخبين عليا السر ده؟ تعالي روح قلبي اما ابوسك، تعالي. بيتهيألي دلوقتي خلاص ما بقاش في خوف يا دكتور. مش عارف، الخوف ما بيحلش حاجه. البوليس بيحميها واحنا بنحميها، وفوق كل ده ربنا ان شاء الله هيبقى معانا. بالحق هنعمل اجتماع السكان بكره. طبعا ان شاء الله هجيبهم بالبوليس حتى، على الاقل في اول جلسه نشوف حد يتولى المسؤوليه. وهو في غيرك يا نعمان؟ لا في مدام شاديه، انا شخصيا هرشحها. وهم هيرضوا بواحده ست؟ انا هرشحها بالذات عشان ست. يا سلام. ايه في ايه؟ ها؟ في ايه تاني؟ حصل حاجه؟ لا ابدا ولا حاجه. هو مدام اجي لازم يبقى فيه مشكله. انا جاي عشان اشكر هند، لان اخر مره اتلخمت بالمتهم وما لحقتش اتكلم معاها. وحبستوه يا عمو؟ امال وحطينا الكلبشات في ايديه كمان، مش فاضل غير انه يروح المحكمه. انت متاكد انك مش هتطلب شهاده هند في المحكمه؟ لا اطمن، المحاكم ما بتاخدش بشهاده الاطفال. يا سلام. طب ولما هي المساله كده خدتوا هند ليه تشهد على القاتل؟ احنا فكرنا نواجهها بالقاتل علشان نهز اعصابه، على امل انه يعترف ويبطل الانكار. تهز اعصابه؟ طفله تهز اعصاب قاتل؟ لاحظ انها مش اي طفله، انما طفله شافت الحقيقه وعرفت كل حاجه. يعني طفله بتملك الحق، والحق كفيل انه يهزم اي قوه. وده اللي حصل فعلا. شجاعه هند قدام المتهم واقدامها خلاه ينهار. شكرا. العفو. يعني اعترف على نفسه وعلى اللي محرضه. وانا جاي دلوقتي اطمنك ان اللي كان بيهدد بالانتقام موجود دلوقتي في السجن. الحمد لله الحمد لله. اهو دلوقتي الواحد يقدر ياخد نفسه. وعلى كده بقى عرفتوا شخصية القتيلة وايه سبب الجريمة؟ لا دي حكاية طويلة هتعرفها قريب من الجرايد. انما الحكاية باختصار ان القتيلة كانت بتشتغل عند تاجر جملة بيسوق ألبان جافة مستوردة. اكتشفت انه بيغش علب اللبن وبيعيد تغليفها من جديد. طيب وبعدين؟ التاجر عرف ان القتيلة كشفت سره وناوية تبلغ ضده. أجر لها قاتل محترف. مسكينة. يعني البنت دي هي اسمها ايه؟ اسمها بخاطرها. يعني بخاطرها دي دفعت حياتها تمن لعدم سكتها. فعلا. والغش يوصل لكل شيء حتى لبن الأطفال. الغش هو الغش يا دكتور نعمان، ما بيفرقش بين كبير وصغير. انا مش هشرب اللبن تاني يا جد. يا خبر، صحيح دي هند بتشرب لبن مستورد يكونش منه؟ لا اطمن، التاجر لما حس انه هينكشف خاف ينزل اللبن المغشوش. يعني دلوقتي اقدر اطمن ان ما بقاش في خطر؟ تقريبا. يعني ايه تقريبا؟ الخطر موجود طول ما احنا عايشين، لانه ملازم لحياتنا، وما كناش هنفضل متيقظين ليه مش هنعرف هيجي منين المره الجايه. ايوه بس زي ما انتي. 1 2 3. عايزين ناخد صوره كمان مع جده. لا 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 متشكر، فيني انا. ليه يا دكتور؟ ده انا هشهرك. الصور دي هتتنشر في التحقيق الرئيسي بتاع الجورنال على 5 أعمدة. متشكر يا سيدي، كفايه هند. انت حر. انزلي يا هند.
اقعدي، يلا اقعدي على المكتب مكان جده. ايوه، حطي ايدك تحت دقنك واعملي انك بتفكري. ايوه، شوري بصباعك. انا هكتب تحت الصورة دي: الطفلة تشير الى القاتل. ايوه دي كانت بتشاور عليا انا. ما تخافش، انا عامل حسابي انت بره الصورة. ودلوقتي يا هند تسمحي تجاوبي لي على كام سؤال؟ اسمح. قولي لي، تحبي تطلعي ايه لما تكبري؟ اطلع دكتورة. زي جده؟ لا، دكتورة بجد اعالج الناس. طيب استني عليا يا هند. ما هي اكلتك المفضلة؟ الفشار. هي خلاص بقت نجمة. ما هو شعورك عندما ضبطت المجرم القاتل متلبسا بجريمته النكراء؟ نعم. هي مش هتفهم الأسئلة ديت. مش مهم، أنا هفبرك لها إجابات نموذجية. اطمن. اطمن؟ ولازمتها ايه بس الفبركة؟ ده الفلفل اللي بيفتح شهية القراء ويخلي الأكلة طعمة. وهي الحقيقة لوحدها مش طعمة؟ اطمن، أنا هعمل لها لوبورتاج ما حصلش، عناوين ضخمة: البطلة الصغيرة التي كشفت اللثام عن الجريمة الغامضة. بطلة حتة واحدة؟ أنا؟ أمال؟ أنا بقى مش شايف إن في بطولة ولا حاجة. هند بنت عادية وفي زيها ملايين، وإذا كانت هي شهدت على القاتل لأنها شافته بالصدفة وهي ما عملتش غير الواجب. ولو دي في حد ذاتها بطولة. يسلم، أداء الواجب بقى بطولة؟ والله يا عاد، أمال الأطفال اللي بيذاكروا في قرى بعيدة على لمب الجاز وبيطلع منهم العلماء والمفكرين والمهندسين والخبراء دول ايه؟ رغم كل الظروف دي ورغم ان احنا ما بندهمش القدوة السليمة، دول مش ابطال؟ والله ده مش تخصصي، انا محرر حوادث وبس. لكن قول لي انت متضايق ليه؟ حد يكره ان حفيدته تبقى بطلة؟ ما بكرهش، بس انت بالطريقة دي بتمرحها، مش هنعرف نربيها ولا نكلمها. تستاهل ما دام عندها هذا الذكاء النادر والشجاعة الخارقة. ما هو كلام جرايد. تعيش البطلة هند، تعيش البطلة هند، تعيش البطلة هند، تعيش البطلة هند، بس يا تعيش بنت. البطلة هند. بس بلاش دوشة. مين؟ هند انتخبوا مين؟ خوتي دماغي. هند انتخبوا مين؟ هند حبيبكم مين؟ ادي اللي كان ناقصني. تحبوا مين؟ هند انتخبوا مين؟ طب استني بقى، اقفي عندك. شوفي لما اقول اذا كنت فاكراني عايز يا بعد يا انا يا عيلتي، ان ما كنتش هربيكي من اول وجديد ما بقاش انا العمال. استني عندك. تنتخبوا مين؟ هند. الو. Hello, are you Dr. Nu'man? Yes, I am Dr. Nu'man. Hello, doctor. How are you? Fine, fine. Thank you. Who's speaking? Don't you know me? Huh? What? حضرتك مش عارف صوتي؟ طب واعرف صوتك؟ طب لما بتتكلم بالعربي بتكلمني بالانجليزي ليه؟ Try to guess who I am. أنا مين؟ انت مين؟ واحد فايق ورايق. ألو؟ قفل السكة. والله عشنا وشفنا ناس بتعاكس بالانجليزي كمان. بابا جلال، ايه؟ مش انت قلت لي في امريكا بيتكلموا انجليزي؟ بس المكالمة دي من مصر. اي والله. الظاهر انه صوت جلال يكون شي بيكلم المطار. بابا جه، بابا جه،
وحشتيني يا هند، وحشتيني موت. وانت كمان بابا وحشني قوي. حبيبتي تولد يا جلال؟ طب والله تولد. بس مش ملاحظه انها خست شويه؟ انت ما كنتش بتاكلها يا عمي. اما جبت لك شويه حاجات ولعب من امريكا تجنن. فين هم ميني؟ اخص عليك يا جلال، ما تشبطهاش. مش دلوقتي يا هند. على فكره وجبت لك معايا المراجع يا عم. مراجع ايه؟ مراجع علم الحيوان اللي حضرتك طلبتهم مني. انت لسه فاكر؟ مش مهم. مش مهم؟ امبوسيبل. ده انا دخت عليهم عشان الاقيهم. المهم احكوا لي انتوا، احكوا لي الاول يا ولاد. عملتوا ايه في امريكا واوروبا؟ دي الدنيا واسعه بشكل يا بابا. ايه ده؟ احنا شفنا حاجات عمرنا ما كنا نتخيلها. احكي لنا انت يا عمي، عملت ايه مع العفريته دي؟ احكي لكم ايه ولا ايه؟ دي حكايات وروايات. هند، اوعى تكوني اتشقيتي وتعبتي جدا. ابدا والله. طب استني عليا، دي معجونه بميه عفاريت. تضحكي؟ قول لهم يا جد على حكايه المجرم. مجرم؟ وده وقته لما يرتاحوا وياخدوا نفسهم من السفر. بس ايه بقى حكايه المجرم دي يا عم؟ بعدين اصلها حكايه طويله. طيب قومي بينا بقى سميحه عشان نلحق نروح. ايه هتروحوا دلوقتي؟ الدنيا ليل، ارتاحوا وناموا هنا الليله دي. بابا عنده حق يا جلال، وكمان تلاقي شقتنا مردومه تراب وعايزه تنظيف وترويق. ايوه يا ماما، بات معانا عشان خاطري عشان خاطري. بس كده هنضايقك يا عمي. ولا هتضايقوني ولا حاجه، هتيجي اكتر من الشهور اللي فاتت. انت ومراتك تناموا في اوضتي، وانا وهند هننام في الاوضه الصغيره. لا، انا انام في حضن ماما وبابا. حبيبتي طبعا. امال ليه يا احبابه؟ ايه ده؟ طيب يا جلال، انا هجيب لك بيجامه بدل ما تفتحوا الشنط. ابوك جراله ايه؟ مش عارفه، بابا اتغير خالص. على فكره يا جلال، هند هتنبسط قوي لما هتعيش معانا في امريكا. البيجامه دي واسعه عليا قوي. لازم نعمل حسابنا نسافر بدري شويه عشان نقدم للبنت في مدرسه من اول السنه. طب نامي لحسن انا حل عليا التعب. الله، انا ليه كل ما افتح موضوع السفر تقفله تاني؟ عشان ما نتخانقش زي ما حصل واحنا بره. نأجل المناقشه لبعدين. مناقشه؟ واحنا لسه هنتناقش؟ احنا المفروض ان احنا انتهينا من الموضوع ده يا استاذ واحنا هناك في امريكا. حضرتك وافقت ان احنا نرجع تاني ونشتغل ونستقر هناك. انا وافقت عشان ما نتخانقش واحنا في الغربه. يا سلام، يعني كنت بتاخدنا على قد عقلي لغايه ما نيجي مصر وبعدين تغير رايك. وبعدين معاك يا سميحه. انت فاكر ان انا ما اقدرش اسافر لوحدي واشتغل من غيرك واعيش انا وبنتي هناك؟ انت باين عليك اتجننتي. لا يا استاذ، انا كنت هبله لما سمعت كلامك. انا كان المفروض امضي العقد مع مستر هارت واحنا في امريكا وابعت اجيب بنتي ولا اسال فيك. انت بتزعقي لي عشان في بيت ابوكي؟ نعم. وفي بيتنا يا استاذ جلال كنت هتعمل لي ايه؟ البنت مش عارفه تنام مني. ما تعملش حجتك، البنت قوم كلمني. انا ما عنديش كلام غير اللي قلته، واعملي بقى اللي انت عايزه تعمليه. انا هنام جنب جده. هند يا حبيبتي، عاجبك كده؟ ايوه هعمل اللي انا عايزه اعمله، وما اشوف انا ولا انت يا استاذ جلال. يوه، دي ما بقتش عيشه. مش عارفه انام من خناقهم. من اول يوم كده نبوزهم كبوز بعض 6 اشهر بحالهم، ما خلصوش خناق. طب ما تصالحهم يا جدو. لا احنا مالناش دعوه، ليهم هم يصطفوا بحالهم. تعالي انت في حضني نامي احسن هتوحشيني بعد ما مريت عليا البيت. وانت ما زهقتش مني؟ انا لحقت اشبع منك. يا ريت يرضوا يسيبوكي تفضلي معايا شويه، يا ريت. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير. صباح الخير يا بابا. هند ما صحيتش؟ لا ما صحيتش. عايزها تصحى ليه؟ عايز تعكنن عليها من اول يوم ليه؟ انا ولا انت؟ اشهد يا بابا، حد يطول تجيله فرصه يشتغل ويعيش في امريكا ويرفضها؟ انا ماليش دعوه،
انا ما اقدرش بعد السن ده اغير طريقه حياتي واعيش في بيئه غير اللي اتربيت فيها واتعودت عليها. عشان مش عاوز تترقى. مش كل حاجه في اوروبا وامريكا تبقى كويسه. اذا كان في تقدم في بعض النواحي ففي حاجات كتير برضه متخلفه. ثم انا كمان مرضاش ان بنتي تطلع متاثره بيها. دي فلسفه فارغه وانا مش هضيع فرصتي يا استاذ. قدام بابا اهو، لازم تحسم الموضوع ده دلوقتي حالا. انا حسمته ومش هسافر يا سميحه. اوكي ذاتس انف. اوكي انا هسافر لوحدي. نكمل المناقشه في بيتنا يا سميحه. لا مش هنكمل يا استاذ لان المناقشه انتهت. انا مش هروح معاك. انت بتهدديني عنك ما روحتي. مش كده يا ولاد، المسألة بليز انكل ما تتدخلش انت خالص. سميحة. سوري دادي. انت يا استاذ الحاجات اللي في الشنطه دي مش بتاعتك لوحدك. اللي عايز حاجه يجي ياخدها. استنى بس يا جلال. بليز انكل I cannot. It is out my hand. Goodbye uncle. Go to hell. بليز listen to me سميحة. اعقلي يا سميحة. صباح الخير. جود مورنينج يا ليتل بيبي. امال فين بابا؟ راح مشوار. احنا هنقعد شويه مع جده. اسمحي لي اقول لك حاجة يا سميحة. اتفضل يا بابا. جوزك عنده حق. ايوه، مسألة السفر والغربة بره دي مش حكاية بسيطة وبالسهولة انك انت يعني تاخدي فيها قرار سريع كده من غير تفكير. فكري في هند هتطلع ايه؟ بلدها الحقيقي ايه؟ انتمائها هيبقى لمين؟ لهنا ولا لهناك؟ اللغة، طريقة التفكير، القيم. كل دي حاجات ممكن تتأقلم عليها يا بابا. انا بقى مش مقتنع. يعني ايه؟ يعني حضرتك بتاخد صف جلال ضد يا بابا؟ هي مش معركة يا سميحة، انما ده رأيي. مش معقول اقف في صفك وانتي غلطانة. سوري دادي، دي مشكلتي. اتس ماي بروبلم، مش مشكلة حضرتك. وبيتهيألي ان كل واحد حر في حياته. سوري دادي، وكل واحد حر في حياته. بس احب افكرك، انت لما احتجتي دادي ما قالكيش دي مش مشكلتي. سوري ماي دوتر. انا قلت لحضرتك متشكرة، وجميل حضرتك في انك قعدت بهند انا عمري ما هنساه. بس احب افكر حضرتك، انا قلت لسيادتك ما تشيلش همها، حاول تشوف لها دادا. يعني انت كنت عايزه تاخديها في الغربه وتشتغلي وتجيبي لها دادا تقعد بيها؟ واي نوت؟ واي نوت؟ طب وليه تعبتي نفسك وخلفتي؟ ما كنت تبنيتي لك بنت احسن؟ اشمعنى احنا قعدنا بيكم وربناكم؟ الزمن اتغير يا بابا. فعلا الزمن اتغير. بقينا في عصر اللبن الصناعي والام الصناعيه. انا اللي دقه قديمه اللي قعدت بالبنت وعملت لها مرضعه. على اي حال انا قلت لحضرتك متشكره، واذا كنت حضرتك ضيعت وقت مع هند او صرفت عليها في الفتره اللي فاتت دي فانا مستعده ان كل مليم. اخرسي بابا. جايه تحاسبيني وتدفعي لي مقابل ابوتي؟ كل حاجه عندك بقى بالفلوس. ده اللي اتعلمتيه في بلاد بره. هتحاسبيني بايه؟ بالجنيه ولا بالدولار؟ بالشهر ولا بالساعه؟ ولا اقول لك حاسبيني بالانتاج. كم مره ذاكرت لها؟ كم مره فسحتها؟ كم مره ضحكت في وشها؟ يا بابا انا ما كنتش اقصد. انا قعدت بهند واديتها كل وقتي، بس ما ضيعتوش. هي ادتني اجمل ايام عشتها في حياتي. انا مش بعايرك عشان قعدت معاها، لا، انا مستعد ادفع لك اي فلوس وتسيبها لي. خد اللي انت عايزاه وسافر انت وتسيبها لي. يا بابا حضرتك اول مره تكلمني باللهجه دي. لان اول مره اكتشف ان انا ما عرفتش اربي. ما قصدتش ازعلك يا بابا، ما تزعلش. ابعدي عني، ابعدي عني.
دي غلطتي، مؤكد دي غلطتي. انا اخر كنت الظاهر اني اناني، عرفتش اربي، عشان كده طلعت بالشكل ده. انت بتزعق لمامتي ليه؟ وزعق لابوك كمان. ايه؟ روحي كلميها، منعيها انها تسافر. مش هتفضل. نعمل اي حاجه، عيطي امسكي فيها. ايه؟ بتبصي لي كده ليه؟ انت عايزه اسافر الاخرى؟ اه. جت قوي. اتفلقي، اتفلقوا كلكم. اتعب قلبي ليه؟ حاشر نفسي ليه؟ انتوا بالرويين. ايوه كلكم بالرويين. دي ما بقتش عيشه يا ربي. انت بتعيط؟ ابعدي عني، هو كله بدك انت يا وش المصايب. انا عملت لك حاجه؟ ما انت السبب ان ماما هتتجوز جدك. طب انت زعلان عشان كده؟ امال عايزين ابقى مبسوط. طب قولي بس انت زعلان ليه؟ او كده مالكيش دعوه. انت عيله، ايش فاهمك؟ هو كل حاجه عيله يعني انت اللي كبير قوي يا اخويا. انا خلاص هسيب البيت واروح اقعد مع بابا عشان تفتحوا. هو باباك عايش؟ ايوه. طب ازاي بقى جده هيتجوز مامتك؟ ما هم متطلقين. يعني ايه متطلقين؟ يعني خلاص مش متجوزين، كل واحد يقعد بعيد عن التاني، ما يكلموش بعضهم. متزعلش، بس مالك يا هند؟ في حاجه؟ اصل عادل بيعيط. طب انا مالي؟ بيعيط ليه؟ عشان انت هتتجوز مامته. اه كده. طيب وانتي ايه رايك؟ انت حر يا جدو. ما انا عارف ان انا حر، بس انا باخد رايك. انتي مش بتحبي طنط شادية؟ ايوه. كويس. ومش بتحبيني؟ ايوه. طيب يبقى اكيد تحبي ان انا وطنط شادية نكون مع بعض. ايه سكت ليه؟ انت مش كان نفسك انا وطنط شادية نعيش سوا؟ مش ده يبسطك؟ ايوه بس عادل هيزعل. لا انا هفهمه، وانت كمان لازم تقنعيه. انت مالكيش شخصية. وبابا هيزعل. بابا ملوش دعوة لانه مش عايش معاهم. طب ما تصلحهم يا جدو وتخليهم يقعدوا سوا مع بعض. مش ممكن. ليه؟ كده انت فاهمة ان دي حاجة سهلة. اشمعنى انا لما بخصمك بتيجي تصالحني وبسمع كلامك؟ عشان انت لسه صغيرة. يعني الكبار مش بيتصالحوا؟ الظاهر كده. يبقى عقلهم صغير. اما انت يا بنت عليكي كلام، لكن ما قلتليش اتجوز طنط شادية ولا لا؟ انت صح.
بس بعد ايه؟ تلاقيها مستنية طنط بدرية تكلمها ومش بعيد تكون كلمتها حتى. هند، ايوه يا جد. اسمعي، انا عايزك دلوقتي تدخلي الجري عند طنط شادية وتوطي على تيزة بدرية وتقولي لها في ودنها جده بيقول لك اصرفي نظر عن الموضوع. ماشي. استني، انت فهمتي هتقولي لها ايه؟ فاهمه ما تعطلنيش بقى. اهلا وسهلا، خطوه عزيزه. الله يحفظك، ربنا يعز مقدارك. بقى انا يا ستي جايلكوا الليله دي علشان عن اذنك. اتفضلي ثانيه واحده. اهلا يا هند. الله، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ اقعد معاكم. خليها قاعده. اتفضلي القهوه. يزيد فضلك، نشرب شربات فرحك ان شاء الله. اقعدي بقى عشان ليا معاكي كلمتين. خير يا طنط؟ كل خير باذن الله. بقى يا ست الموضوع تيزة. استني شويه يا حبيبتي. بقول ايه يا ست ام شاديه؟ قولي يا حبيبتي. تيزة هقول لك حاجة. استني دلوقتي يا هند. بقى يا ست الدكتور نعمان بعت لي علشان اجي النهارده واكون واسطة خير. تيزة. وبعدها لك يا هند ما تروحي تلعبي بعيد شويه وتسيبينا نتكلم. جده بيقول لك اصرفي نظر عن موضوع الجواز. كده طيب. كنا بنقول ايه يا ست ام شاديه؟ كنت بتقولي الدكتور نعمان بعت حضرتك علشان تكوني واسطة خير. ايوه، اصل سميحه يا ستي زعلانه مع جوزها وعايزني اصالحهم، وهي مصممه قال ما ترجعش بيتها. الدكتور نعمان عنده حق، المفروض حضرتك برضو تعقليها. اصل يعني اكبر غلط ان الست تسيب بيتها وجوزها. غلط ولا صح؟ انا ما بقتش اتحشر لحد في حاجه تاني ابدا. طب استاذن انا يا ست ام شاديه. انستي ونورتي. الله يأنسك. يلا يا هند، مع السلامه. تصبحي على خير يا بنتي. انت من اهله. شهلي شويه يا سميحه، التاكسي مستنينا تحت يا عمي. انا مش فاهم ايه لازمه السربعه دي يا اخي. ما كنت وصلتكم بالعربيه؟ لا معلش يا بابا، المشوار صعب على حضرتك. عن اذنك، عنك انت يا بابا. يلا يا هند، تعالي يا حبيبتي، تعالي اسرح لك شعرك. لا صحيح لوحدي. سرحي انت لوحدك؟ طب والجزمه الجديده بتاعتك فين؟ مش مهم يا عم، تروح بالصندل ده. مش مهم ايه؟ صندل ايه انت راخر؟ عيب. انا فاكر حطيتها هنا. ايوه حطيتها هنا. سميحه، اوعي تكوني نسيتي الكتب والكريس بتوعها. لا يا بابا حطيته. طب كويس. طب مش تستناني لما اروح اسلم على طنط شادية قبل ما امشي؟ كمان؟ طب يلا بسرعه، اتفضلي. متشكرة يا بابا. انا فاكر ان انا حاطط الجزمه هنا. ايوه ايه شو اقول لكم؟ امال فين علبه الورنيش؟ لا ورنيش يا بابا، ما فيش داعي. ما فيش داعي ازاي؟ ما هو لازم المعها. ولا اقول لك خدوا علبه ورنيش معاكم. يعني احنا ما عندناش ورنيش في البيت يا عمي؟ ايوه صحيح. اهلا هند. انا جايه اسلم عليك يا طنط. وانت كمان يا هند. تسلمي لي يا روح قلبي. خلاص ماشي يا هند. بعد شويه صغيرين جده بيقفل الشنطه. حبيبتي يا هند، هتوحشيني قوي. انا هخلي بابا وماما بيجيبوني. انا حبيتك قوي يا طنط. انا كمان حبيتك قوي يا حبيبتي. خليكي فاتحه الباب عشان تشوفيني وانا نازله تقولي لي باي باي. لا بلاش يا هند، انا هبوسك دلوقتي بس مش هقولك باي باي عشان نفسي اشوفك تاني.
وانا مش هتسلمي عليا؟ اسلم عليك. السلام عليكم. نشوف وشك بخير يا هند. وبعدين معاك يا شادي، مش كده يا بنتي؟ انا مسكت نفسي قدامها بالعافيه، ما كنتش عايزه اعيط قدامها. فكرتني بيوم ما وصلت منى المستشفى ورجعت لقيتها. ربنا يصبر قلبك يا بنتي، معلش. الله جاب، الله خد، الله عليه العوض. ده بابا، تحبي تكلميه؟ الو. ايوه يا توفيق. لا مفيش اي حاجه. ما تقولي لي يجي يتغدى معانا النهارده. توفيق، عادل كان عايزك تيجي تتغدى معانا النهارده. بكره؟ طب مفيش مانع، اللي يعجبك. لا اي وقت، احنا موجودين على طول في البيت. مع السلامه يا توفيق. اكيد انتوا نسيتوا حاجه. لا يا عم، ما نسيناش اي حاجه. اطمن. طب خلوا بالكم منها يا جماعه. طبعا يا بابا. طبعا. انا حاكم عارفكم بالرويين وقلبكم قاسي. يلا يا بابا بقى. حاضر يا حبيبتي. سلام يا بابا. سلام عليكم يا عم. مع السلامه يا سميحه. ما تغيبوش عليا، تبقوا كلموني بالتليفون. طبعا يا بابا، بس انت بقى عارف التليفونات. هند، لو حد زعلك تكلميني بالتليفون من المحل تحتكم، مفهوم؟ باي باي. بنت تعالي هنا. هتمشي من غير ما تسلمي عليا. صحيح. صحيح. اي دقنك بتشوكني، احلقها. طب يلا يلا بقى يلا. خلي بالكم يا جماعة، في سلمة مكسورة، بس هنصلحها قريب إن شاء الله. سينما مترو، هتشوف اللي نفسك فيه.